شهر رمضان شهر تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الجنان. هو شهر ليس للصوم فقط عن الطعام والشراب، بل هو فرصة ذهبية للتغيير، لإعادة ضبط البوصلة، وللارتقاء بأنفسنا روحيا وجسديا واجتماعيا. كم من مرة انقضى رمضان ونحن نشعر أننا أضعنا فرصة ثمينة. مرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم التي ستكون بإذن الله دليلي لكم العملي لوضع أهداف واقعية تغير من حياتكم خلال الشهر بإذن الله. الحلقة دي بإذن الله هنقسمها إلى 3 أجزاء عملية. الجزء الأول هنتكلم فيه ليه بنفشل في تحقيق أهدافنا خلال شهر رمضان. قبل ما نتكلم عن وضع الأهداف، عاوزين نتكلم عن 3 أسباب رئيسية بتخلي أهدافنا ما تتحققش مع آخر أيام الشهر. أول حاجة، حشو اليوم بعشرات المهام، صلاة وذكر وقراءة قرآن وعبادات ومذاكرة للأولاد وطبيخ، وده بيخلينا نتعب ونصاب بالإرهاق وبنسيب كل حاجة وما بنعملش حاجة. مطلوب منِّك أو من حضرتك اقعدي مع نفسِك شوية واسألي نفسِك إيه اللي ما نجحتيش فيه في شهر رمضان اللي فات، وإيه السبب اللي خلّاكِ ما نجحتيش عشان تقدري تتخطي الأسباب ديّة وما تكرريهاش تاني في الشهر دهوّة. تاني حاجة لازم تحطي أسباب واقعية زي ما قُلنا في فيديوهات قبل كده. واقعية إزاي؟ واقعية تناسبِك أنتِ وتناسب يومِك. أنتِ يومِك أنتِ اللي عارفاه، هتقدري تعملي إيه فيه ومش هتقدري تعملي إيه فيه، عندِك أولاد صغيرين، عندِك أولادِك كبار وهكذا، بتشتغلي أو لأ. تاني حاجة لازم تبدئي في تنفيذ خطتِك من دلوقتي، عشان ما تبدئيش تنفذي من أول رمضان فبتتعبي مع أول 5، 6 أيام وخلاص. ما بتقدريش تكمّلي، لازمًا تعوّدي نَفْسِك من دلوقتي على الخطة اللي أنتِ ناوية تشتغلي عليها بإذن الله في شهر رمضان. تبقى إحنا قُلنا كده معانا 3 حاجات أو 3 أسباب بيخلّونا أهدافنا ما تتحققش في شهر رمضان، منها اللي إحنا بنحُط مهام كتير في اليوم وخطتنا ما تبقاش واقعية، واللي إحنا لازمًا نبدأ بتنفيذ خطتنا من دلوقتي. تاني حاجة والجزء المهم النهارده اللي هنتكلم عنه، خطتِك لوضع أهدافِك في شهر رمضان. هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا 4 حاجات. الخطة بتاعتِك لازمًا تكون فيها 4 جوانب، الجانب الروحاني والجانب الشخصي والجانب الاجتماعي والجانب العلمي. تبقى كده عندنا 4 جوانب، روحاني وشخصي واجتماعي وعلمي. اعذروني عشان أنا صوتي رايح النهارده شوية. في الجانب الروحاني هنتكلم فيه. أنتِ يعني اكتبي تحتيه كده أنتِ ناوية تعملي إيه. ناوية تختمي القرآن كام مرة؟ طيب هاختم القرآن مثلًا مرتين، وكل يوم هاتدبّر 5 آيات. ممكن أكتب إيه تاني في الجانب الروحاني، أكتب أصلّي الصلاة في مواعيدها، هاصلّي الضحى والسُنن، هاصلّي مثلًا 5 ركعات قيام ليل أو تهجُّد، هاصلّي التراويح، هاقول الأذكار. ده كُلّه في الجانب الروحاني. نيجي تاني للجانب الشخصي. الجانب الشخصي ده ممكن نقسّمه لفرعين، الاهتمام بالجسد والاهتمام بالنَفْس. طيب الجانب الجسدي هاعمل إيه مثلًا، هاهتم بالأكل الصحّي، هاهتم مثلًا بشرب المَيّة كتير. الجانب النَفْسي مثلًا هاهتم مثلًا إن أنا أتحكّم في غضبي شوية، ما أكونش عصبية، هاهتم مثلًا بضبط اللسان، هابطّل نميمة، هاقلِّل ساعات السوشيال ميديا وهكذا. اتكلّمنا يعني دي نماذج لبعض الحاجات اللي ممكن تكتبيها. نيجي للجانب الاجتماعي، مثلًا هاسأل على أهل جوزي، هاسأل على أهلي، هاعمل صِلة رحم مع ناس ما كنتش باكلّمهم من زمان، هاتصل بواحدة زميلتي أسأل عليها. تمام. الجانب العلمي، مثلًا هاقرأ كتاب عن شهر رمضان، هاتعلّم مهارة جديدة، هاسمع podcast جديد. تمام. تبقى إحنا كده أهداف شهر رمضان قسّمناها ل4، الروحي والشخصي، وقُلنا الشخصي في منّه الجسدي والنفسي، والجانب والهدف التالت الاجتماعي، والهدف الرابع اللي هو الهدف العلمي. ضروري جدًا اللي أنتِ تقعدي مع نفسِك وتكتبي كل هدف من الأهداف ديّة أنتِ ناوية تنفّذيها إزاي. ده
الجزء اللي إحنا هنتكلم عليه المرّة الجاية، إزاي نجعل أهدافنا قابلة للتنفيذ. شاركوني في التعليقات إيه الهدف الرئيسي اللي أنتِ ناوية تحققيه بإذن الله في شهر رمضان ده، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يتقبل منا ومنكم.